اهلا بيكم في فيديو جديد مهم هنتكلم فيه عن حقيقة انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر. هنتكلم على محاولات من الجهاز الفني لحق مصطفى شلبي بمباراة السوبر. هنتكلم كمان على غياب حمزة المسلوسي ونبيل عماد دونجا عن مباراة الاسماعيلي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. يلا بينا نخش على التفاصيل واخبار نادي الزمالك. وهنبدأ بأول أخبار معانا وهنتكلم على حقيقة انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر، المباراة اللي تقام في الإمارات ضد النادي الأهلي. موضوع وبكل بساطة إن دلوقتي الزمالك شايف إن حقه إن اللاعب كهربا إن هو يتوقف بسبب إن هو اللاعب كان بيشتم على نادي الزمالك أثناء مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري اللي انتهت لصالح الأهلي، وسامعين طبعا كلنا شتايم كهربا لجمهور نادي الزمالك والكلام ده كله، وفي الاخر اللاعب ما توقفش. وعلى فكره شفنا العقوبه اللي هي بتاعت 12 مباراه وغرامه مليون جنيه، والعقوبات اصلا ما اتنفذتش. فحق نادي الزمالك ان هو يطالب بحقه ان اللاعب ده يتوقف، لان انتوا سامعين كمان شتايم وقله ادب. انما موضوع امام عاشور، لما امام عاشور بس شفناه تجاوز بقى وشتم، وكمان متصور من غرفه ملابس مش قدام جمهور، اللاعب اتوقف وخد غرامه والعقوبه اتنفذت عليه يا دوب اقل من شهر كمان. انما كهربا لحد دلوقتي لا العقوبه اتنفذت، وكمان في لك ممكن نلعب مباراه السوبر عادي جدا. تقريبا القوانين ما بتتنفذش غير على الزمالك بس، فده فيه ظلم كبير جدا. ونتمنى بجد ان القوانين تتطبق، ولو قرار الانسحاب ده قرار مناسب بالنسبه لنادي الزمالك عادي جدا ينسحبوا، لان بجد لازم يكون فيه عداله وتطبيق للقانون. وبرضه قولوا رايكم تحت في الكومنتات، هل الزمالك يشارك في مباراه السوبر ولا ينسحب افضل؟ والخبر التاني بعد كده بيتعلق بمصطفى شلبي ومحاولات من الجهاز الطبي للحاق مصطفى شلبي بمباراة السوبر. مصطفى شلبي انا شايف ان هو الفترة دي لعيب مهم جدا، وفي نفس الوقت مجهوده كويس جدا في ارضية الملعب وبيأدي بشكل مميز. هيفيد طبعا نادي الزمالك في مباراة السوبر. انا شايف ناحية الشمال عندنا كجناح يعني هو مميز فيها شوية عكس الباقيين. بصراحة بريمان داي بيقدم مستوى غريب شوية، ولكن انا شايف مصطفى شلبي لو قدر يلحق المباراه هيكون اضافه كويسه جدا وهنستفيد جدا بيه في مباراه السوبر. الخبر اللي بعد كده تعلق بحمزه المسلوسي ونبيل عماد دونجا هيغيبوا عن مباراه الاسماعيلي بسبب طبعا تراكم الانذارات. خدوا 3 انذارات فمش هيشاركوا مباراه الاسماعيلي، على الرغم شايف ان حمزه المسلوسي بيقدم مستوى مميز جدا خلال الفتره دي. انما نبيل عماد دونجا لحد دلوقتي بيحاول يرجع نفسه مره تانيه ومستواه مش ثابت، ولحد دلوقتي بصراحه ما قدمش اوراق اعتماده بمعنى الكلمه. فنتمنى ان هو بجد يحاول يطور من نفسه خلال الفتره اللي جايه. خبر برضو اللي بعد كده خبر مهم جدا بالنسبه لسيف الدين الجزيري، اللي هو استعاد بعد كده ذاكره التهديف وجاب هدف مميز جدا في مباراه سيراميكا، وهدف كان حلو بصراحه من عرضيه مميزه جدا مع احمد السيد زيزو. فنتمنى باذن الله ان هو يكون ليه دور مهم جدا في مباراه السوبر، ونشوف هدف زي ده حلو ان شاء الله في مرمى النادي الاهلي. ما تنسوش يا احلى جمهور زمالك في الدنيا تعملوا لايك في الفيديو، وانت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. وبرضه قولوا رايكم تحت في الكومنتات على حقيقه انسحاب الزمالك، هل ممكن فعلا الزمالك ينسحب ولا لا؟ واكتبوا لي تحت توقعاتكم لتشكيل الزمالك ضد النادي الاهلي في مباراة السوبر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير، يلا سلام.